ايه رأيك بقى النهاردة نعمل أكلة سريعة من حاجة رخيصة؟ ايه رأيك بقى في البتنجان اللي عامل نفسه برجر ده، او نقول عليه ايه، برجر البتنجان. البتنجان دلوقتي هو ارخص حاجة موجودة في السوق. هنعملها بقى مسقعة وجربناها بالبشاميل وعملنا لها وصفات كتير وعملناها فتة. هتلاقوا على القناة وصفات كتيرة قوي. النهاردة بقى هنعمل برجر البتنجان بطريقة سهلة وبسيطة، بس في الأول متنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكم. معايا بقى هنا بتنجانتين حلوين كده من البتنجان الرومي الحلو ده. تجيبيه كده يبقى بيلمع ويبقى طازة. وبعد كده هقطعه حلقات، لا هي رفيعة ولا هي تخينة، قطعيه تقطيعة وسط. انا بحب بصراحة استخدم البتنجان بقشرته. حابة ان انتي تشيلي القشرة من عليه براحتك، بس بصراحة هو بيبقى بقشرته حلوة قوي وفايدته حلوة قوي. لكن لو مثلا عندك ولادك ما بيحبوش البتنجان فشيلي القشرة من عليه واعملها لهم بالوصفة دي، هياكلوها كأنه برجر بالظبط. طعمه رهيب، حاجة كده بتقرمش من بره وبتدوب في بقك من جوه من حلاوته. وهنعمله بقى ببهارات كده وبطريقة سهلة وبسيطة. هقطع الكمية اللي عندي كلها بنفس الطريقة كده زي ما انتي شايفة. ولو لسه ما حطيتيش اللايك ما تنسيش اللايك، ولو لسه ما دوستيش على السبسكرايب يلا دوسي على السبسكرايب عشان اقول لك بهاراتنا ايه. معايا هنا دي بهارات بطاطس بتتباع عند العطار، او في بتتباع بكاوي في السوبر ماركتات براحتك. دي بهارات عاديه، بهارات بطاطس من عند العطار. ومعلقه بقى، نص معلقه صغيره من السماق. السماق ده بقى بينقلها في حته تانية خالص. وبابريكا مدخنه. حطي بقى البهارات بتاعتك على قد الكميه اللي انت هتستخدميها. وحطيت رشه كمان من الفلفل الاسود، رشه من الملح، ونص معلقه صغيره من السكر عشان تخليه البتنجان مسكر كده زيك بالظبط. يبقى حطينا بودره بطاطس او بهارات بطاطس. وحطينا سماق وملح وفلفل اسود وسكر بس كده، وبابريكا مدخنه اوعي تنسيها. هقلب بقى البتنجان بتاعي في البهارات ده. الخطوه دي انا عملتها اول ما صحيت من النوم عشان اسيب البتنجان بتاعي يشرب من البهارات. هقلبه كويس قوي لحد ما البتنجان بتاعي كله يتغلف من البهارات اللي احنا حاطينها. وبعد كده هجيب ميه من الحنفيه عادي خالص وهنزل بيها على البتنجان. مش هحط ميه كتير عشان البتنجان بتاعي ما يعومش على الوش، وفي نفس الوقت مش يعني انا عايزه 3/4 البتنجانيه كده يكون واصل لها الميه. هظبط ميتي كده وهفضل اهز في الطبق وهرص البتنجان، رص حلو كده عشان الميه زي ما قلت لك مش عايزاه يعوم على يعني يعوم من فوق على الوش الميه، لا انا عايزه احط ميه معقوله يعني توصل لنصه او 3/4 كده زي ما انت شايفه، واحطه بقى في التلاجة واسيبه يشرب من البهارات دي كذا ساعة بقى. يعني اعمليه من الصبح لحد الغدا، يعني اول ما تصحي كده جهزيه. وبعد كده ايه عشان يجي عليكي ساعة الغدا يبقى هو خلاص اخد كفايته كده. بعد كده هجيب طبق، هجيب بيه بقى ده فيجيتار بجيبه من فتح الله يا جماعة، سايب برضو بيبقى حلو قوي وطعمه جميل. عايزة تحطيه كريسبي مفيش مشكلة، عايزة تحطيه بقسماط مفيش مشكلة، اللي موجود عندك استخدميه. وجبت طبق عشان ارص فيه البتنجان بتاعي. هاخد بقى البتنجان ده من الميه بتاعته ببهاراته بحاجته كده زي ما هو، وهو شايل الميه بتاعته كده، وانزل بيه على الفيجيتار بتاعي وهفضل اقلبه يمين وشمال واغلفه كله بالفيجيتار ده. اهم حاجه بس تضغطي عليه جامد وتفضلي تقلبي فيه كذا كذا مرة لحد ما يتغلف كله بالفيجيتار وتتكي عليه بايدك عشان الفيجيتار يمسك فيه. عشان كده احنا ما بنصفوش من الميه، انا خدته بالميه بكل حاجه. الميه دي اللي بتساعد ان الفيجيتار او البقسماط اللي انت هتستخدميه يفضل ماسك عليه. هفضل بقى اعمل نفس الطريقه كده لحد ما اخلص الكميه كلها. وبعد كده هجهز عندي يعني في الوقت ده انا كنت حاطه طاسه على النار عشان الزيت يسخن معايا، عشان اول ما اخلص الكميه كلها انزل بيه. تقدري على فكره تعملي الطريقه دي وتفرزيها عندك في الفريزر، بس حطي ما بين كل صف وصف طبقة كده من كيس من أكياس التلاجة يفصل ما بين الطبقة والتانية، وتطلعيه على القلي على طول وهو متلج، وهو متلج من الفريزر تطلعيه على طول على القلي. هنا عندي اهو الزيت كان خلاص سخن. هجيب بقى البتنجان او البرجر الكداب بتاعي او برجر البتنجان، سموه بقى زي ما انت حابه. وهنزل بيه على الزيت وهفضل بقى اقلب فيه يمين وشمال لحد ما ياخد اللون الذهبي الجولد الحلو كده. وهخليكي معايا لحد ما هتشوفي لونه هيبقى عامل ازاي، لونه هيبقى تحفه. وما بياخدش وقت يا جماعه كمان في السوا. هنا كان خلاص بقلبه على الناحية التانية عشان اخد اللون التاني، ولقيت ان يعني اقدر ان انا احط قطعة كمان، فهنزل بقطعة كمان في النص كده عشان ايه ننجز الكمية كلها بسرعة. بجد طعمه حلو قوي ولذيذ قوي، وفرصة لولادها مش بيحبوا البتنجان. بس شيلي القشر بقى عشان ما يعرفوش ان ده بتنجان. ولو شلتي القشر وغلفتيه كله خلاص انت كده خفيتي معلم البتنجان نهائي. وطعمه والله العظيم البهارات عطيله طعم حلو، والبقسماط او الفيجيتار بيديله قرمشه كده من بره تحفه. هنا كنت خلاص خلصت اهو
البتنجان دي كانت اول قليه، هطلعها بقى، عايزه تطلعيها على مناديل بقى، على مصفى، براحتك. انا طلعتها على طبق، وبعد كده بنقلها بقى في طبق تاني نضيف عشان الزيت وكده. ويبقى كده وصفة النهاردة. عايزة اقولك ان احنا كده خلصنا وصفة النهاردة، بسيطة سهلة لذيذة. واستغلي يا جماعة البتنجان رخيص، لا هاتيه واعملي منه كذا فكرة بكذا اكلة، وهتلاقوا على القناة زي ما قلت لكم وصفات كتيرة قوي للبتنجان. هنا كان بصي بقى شكله عامل ازاي بعد ما خلص معايا. تعالي بقى بصي نكسر واحنا يعني بقطع حتة من بره الطبقة دي مقرمشة، ومن جوه بقى مسكر كمان، عشان نص معلقة السكر اللي احنا حطيناها عطالة البتنجان تسكيرة رهيبة. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسيش في اللايك والشير وسبسكرايب.